لو انت بتحبي السقسقة يبقى مفيش غيره. يمشي معاكي مع شاي سادة او شاي بلبن، ويمشي معاكي فطار، ويمشي معاكي في نص اليوم، وكمان في اخره. النهاردة هنعمل مع بعض بوريك الافران بانجح طريقة يا ست الكل. شايفين بوريك الافران؟ هو ده اللي بتشتروه ولا لا؟ اذكروا الله وصلوا على سيدنا محمد، لان هو ده سر النجاح. هقول لكم النهارده سر توريقته. زي ما انتم شايفين كده مورق من جوه، وطري زي القطن بالظبط من بره. هتعمليه بانجح طريقه. يلا بينا صلوا على سيدنا محمد، ويلا بينا نشوف الطريقه. وما تنسيش المتابعه والاشتراك لصفحاتي. عندي هنا اول حاجه هحط كوبايه من الميه الدافيه، عليها معلقه كبيره من الخميره. ركزوا كويس جدا في الطريقه. عليها معلقتين 3 معالق قصدي كبار من السكر. 3 معالق كبار من السكر. رشة ملح، وهنا أنا بجمع السوائل كلها. نص كوباية سمنة على زيت، نص كوباية سمنة على زيت، والسمنة تكون بدرجة حرارة الغرفة. عندي هنا باكت صلصة ما يعادل معلقة كبيرة. هنقلب كل المكونات بتاعتي دي في بعض زي ما حضراتكم شايفين. هندوبهم كويس جدا. وعايزه اقول لكم ان الاضافات دي كلها موجوده في البيت، مش هنجيب له اضافات من بره خالص. كل الحاجات دي في مطبخك موجوده. عندي هنا بقى نص كيلو من الدقيق، هننزل عليهم بنص كيلو من الدقيق. دلوقتي بقى هقلب دقيق مخبوزات، دقيق سايب، اي دقيق عندك. دلوقتي بقى هبدأ ان انا اعجن العجنة دي بايدي بالشكل اللي انتم شايفينه ده. او لو محتاجة عجان فهو مش محتاج عجان خالص. لو انت عندك عجان، هو بس كده بالايد ما شاء الله الله اكبر. لو انتوا حسيتوا ان العجينة ملزقة معاكوا، بتبدأوا تدوها رشة برشة وتعجنوا كويس لحد ما العجينة تلم نفسها وتمشي معاكوا بالقوام ده. هنعجن فيها كده لمدة 7 دقايق او 5 دقايق، او ما باخدش عجن كتير. هنا حسيت ان العجينة معايا لينة قوي وعاوزة شوية دقيق، فضفت لها شوية دقيق زي ما انتوا شايفين كده. بلم العجينة. طبعا هي بتبقى عجينة يعني طرية جدا، مش عايزاها ناشفة خالص. شايفين الليونة بتاعت العجينة عاملة ازاي؟ اللهم بارك. انا هنا ما بخمرش، ما بخمرش. بعد كده بجيب العجينة ببدأ اقطعها كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. نقطعها عشان خاطر نقصد اللقمة. يعني ايه نقصد اللقمة؟ يعني نقطع اللقمة بتاعت العجين ونكورها كل واحدة على قد البوريكاية، وصغروها لان البوريكا لسه هتخمر ولسه هتاخد معاكم حجم. دلوقتي هجيب صينية او هجيب طبق كبير، وهبدأ ارص كل العجين اللي هكوره او تقسيط العجينة اللي انا بقصدها دي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. في ناس هتقول لي طب يا شيف هدي رز، احنا عايزين نخمر العجينة الاول. لا، ما تخمريش، اعتمدي هنا على الطريقة واشتغلي زي ما انا عاملاها كده بالظبط. ولما تفشل معاكي ما تتابعينيش تاني. تمام. انا ما بنزلش الفيديو الا لما بكون متأكدة من طريقته 100%، واقول لكم سلبياته واقول لكم كمان ايجابياته. ولكن الفيديو ده اللهم بارك ملوش اي سلبيات، مش موجود فيه غير كل الايجابيات والطاقة اللي ان شاء الله هتعملوا بيها احلى حاجة. عايزه اقول لكم بقى الشتاء داخل علينا وريحه المخبوزات في البيت بتبقى حلوه. ادعوا لنا دعوه كده حلوه من قلبكم عشان خاطر نعمل مع بعض وصفات كتير جدا. وصفات هتنفعكم كلكم، وكمان هتنفعكم كده. طبعا احنا عارفين بقى في جو الشتاء بقى بنحب كوبايه الشاي ام لبن كده، تبقى سخنه كده تدفينا معاها بقى ايه. يا سلام لو واحدتين بوريك بالجبنه من ده كده، يا سلام بقى على الجمال والحلاوه. بصوا هنا بقى بشكل العجينة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بكورها كده بين كفوف ايديا او على الرخامة، على حسب انت ما بتكوري عجينتك ازاي. خلاص كده كلها خلصت. هنا بقى عندي انا سبتها تريح دقيقتين بس، انا مش هخمرها. تمام. وبعد كده هجيب عندي الصواني او الصاجات اللي هسوي فيها، هبدأ ادهنها كده دهنة زيت معتبرة وحلوة. يلا بينا بقى ندخل على المرحلة اللي بعدها. بجيب عندي هنا بقى العجينة، ببدأ أضغط عليها ضغطة صغيرة بإيدي كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، عشان نبدأ إن احنا نحشي العجينة ونشكلها.
شايفين يا جماعة؟ اللهم بارك. ما بسيبهاش تخمر خالص الا في الاخر. مرحلة التخمير دي هي اخر مرحلة معايا. تمام. هنا بقى بفرد العجين اللي انا بقدر عليه كله، متخافوش مش هيلزق منكم، مش هيجراله اي حاجة. هنا كان عندي جبنة براميلي بالفلفل، تقدر تستخدمي جبنة بيضة وعليها قطع زيتون، عليها فلفل، جبنة اسطنبولي. انا هنا عندي جبنة براميلي بالفلفل، حلوة جدا في الوصفة. تمام. هنا بقى التشكيل اعتمدوا على الطريقة، انا نزلت لكم ريلز لتشكيل البوريك. عندي هنا هحط، بصوا هنا بحطها في صاج. ويا جماعة البوريك بيخمر، فصغروه على قد ما تقدروا. عندي هنا بقى قطعة الجبنة بحطها في النص بالظبط، بجيب طرف بقفلها كده، وبعد كده بقفل على فوق كده زي على جوه زي ما شايفين. بعد كده بلحم العجينة في بعضها من ورا، يعني بظبطها كده. واعتمدوا يا جماعة على النظرة، الله يبارك لكم، عشان خاطر النظرة هتفهمكم اكتر من كلامي انا. انتوا شايفين انا بعمل ايه، وشايفين الشكل والتقفيل ازاي. برومي على جوه كده، وبعد كده الحم العجين في بعضه عشان ما يفكش منك في وقت التخمير. بعد كده بتديها تكورة زي الكفتاية، وبعد كده بتسويها باليمين والشمال من على الجوانب. يلا هنبدأ اللي بعد. بصوا انا طولت هنا في المرحلة دي قوي عشان خاطر يعتبر هو ده الشغل كله، يعني اهم مقطع في الفيديو بتاعي هو المقطع ده. تمام. بصوا بقى، آه العجينة، الناس اللي بتحتار وتقول العجينة بيبقى شكلها كده ازاي، بيبقى شكلها كده من معلقة الصلصة. بعد كده بغطيه يا جماعة وبسيبه لمدة ساعة لحد ما بيختمر. بعد كده بقى بضاية عليها شوية ملح، قصدي بضاية عليها شوية خل صغيرين، صفار بضاية، صفار بيضة، مش الصفار بالبياض، مش البيضة جاملة، صفار بيض عليها شوية خل. لو مش موجود خل حطي فانيليا، لو مش موجود فانيليا حطي رشة فلفل اسود. تمام. وبعد كده بقى هندهن كل البوريك بتاعنا بعد ما سيبناه تخمر ساعة وغطيناه بالفوطة. بعد ما سيبناه تخمر ساعة، لو الجو برد عليكي قوي، دفي الفرن لمدة نص دقيقة، وبعد كده حطي في الصواني متغطية، هتتخمر معاكي في مكان دافي. تمام. لو الجو ساقع قوي يعني، طبعا عشان الجو لسه ما سقعش قوي، فانا سبته من بره عادي متغطي بالفوطة بتاعة المطبخ. بعد كده هنا عندي جبت حبة البركة. عايزة اقول لكم بقى ان حبة البركة بقى في الشتاء مطلوبة، وبترفع كمان معدل المناعة بتاعتنا. تمام. حبة البركة بترفع المناعة. بعد كده هنبدأ نزوقه بحبة البركة كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ولو مش دهناها يبقى مش هيلزق فيها، مش هيلزق عليها حبة البركة او السمسم. يلا نخلص بقى الصاج اللي بعده. هنا بقى انا فاتحه الفرنه بتاعتي على درجه حراره 200. طب حد يجي يقول لي انا ما عنديش الفرنه بدرجه حراره، هقول لك عليها على اعلى درجه. ولو الفرن فيه مروحه شغليه، لو متاح مروحه شغليه. البوريك ده هياخد 10 دقايق في الفرن ويمكن مش هيكمل. احنا هنحطه في الشبكه، واول ما يبدا لونه احمر من فوق اخد اللون ده هنطلعه نغطيه بفوطه. شايفين اللهم بارك طار ازاي؟ ما تنسوش تجربوا الوصفة.